وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبه للاكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهارده بقى قلت هعمل الغدا ايه، هعمل فراخ مشويه، وقلت لازم بقى اعملها معاكم. تمام. بس طبعا قبل اي حاجه صباحكم عسل، صباحكم سكر، صباحكم ورد ان شاء الله يا رب باذن الله تعالى. ربنا يكرمكم جميعا بما ترضوه وتحبوه. يعني انا والله بدعي لكم عن ظهر قلب كده. بس طبعا ما تنسوا في اللايك والشير برضو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم الحاجات البسيطه اللي انا بقدمها. تمام. نبدا نقول بقى ايه، نقول المقادير واوريكم بقى الايه الغدا اللي انا هعمله النهارده. بصوا انا جبت ايه، فرخه. تمام. وقطعتها ايه، قطعتها 10 قطع، مش 12، لا قطعتها 10 قطع. وغسلتها كويس بقى ايه بالدقيق والخل والليمون، وحطيت عليها ملح وشطفتها كويس. بصوا لغايه، بصوا بقت زي القشطه. دي اهم حاجه، اهم حاجه في الفراخ لازم تتغسل كويس، عشان ايه، غسلها هي اللي بيفرق فيها في ريحتها وفي طعمها. لان اي حد لو شم للفراخ ريحه ما بياكلهاش تاني. انا عندي هنا، معرفش بقى انتوا ايه عندكم، بس طبعا اكيد كله كده، لان طبعا محدش بيحب يشم في الفراخ ريحه وحشه. فانت بقيت ايه، بتتغاضي عن الريحه الوحشه دي بايه، انك بتغسلها زي ما قلت لك بالدقيق والخل والليمون وملح، وبتدعكيها كده كويس. وبعد كده تحت الميه بتشطفيها كويس كذا شطفه كده لغايه لما كل الريحه بتاعتها تروح، عشان تبقى نظيفه كده وزي الفل. يبقى الواحد وهو بياكل حاجه كده يبقى نفسه مفتوحه عن الاكل. اهم حاجه انك تخدمي الحاجه كويس وتنضفيها كويس عشان تضمني انك بتعملي حاجه كويسه. انا كده ايه، قطعتها زي ما قلت لكم، جبت بقى قطعتها 10. وحضرت هنا عندي بشرت بصلايه، وفي هنا ليمونه وقرن فلفل، وهنا بشرت طماطمايه. تمام. نبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل بقى ايه، نشوف احنا بنعمل ايه. نجيب بقى ايه البوله دي كده، نجيب معلقه، حط فيها كده ادي البصلايه، نحط فيها الطماطم، وكمان ايه حط عليها عشان كمان يديها طعم حلو فص توم. انا ايه بس هقشره معاكم. كفايه فص واحد ولا ايه عشان خاطركم؟ هجيب كمان فص تاني صغنون عشان يكون ايه كبير، حجمه كبير. ده بيفرق في الطعم قوي. يعني التوم ده بيتحط كده على الفراخ المشويه، بيعملوا كده في المحلات بره بيبقى رهيب. نجيب بقى ايه هرسة التوم اللي فين يا حبيبه، ايه في الدرجه. نحط بقى ايه بتسهل حاجات كتير هرسة دي. كده خلاص كده. نروح جايبين بقى ايه الليمونه، نعصرها نشيل منها البذر بقى كده. تمام. نجيب بقى ايه، نجيب شويه خل ونحط عليها شويه خل،
يا دوبك مش كتير، يا دوبك نخلي كده حاجه بسيطه. نبقى نحط الملح. لازم تطلعي ملحك مظبوط وحاجتك مظبوطه كده. معلقه ملح ممسوحه، فلفل اسمر كده كده تمام. نحط شويه شطه ونحط بابريكا كده، شطه وبابريكا تمام. ونقطع بقى ايه قرن الفلفل كده. والله هيبقى احلى فراخ مشويه، احلى فراخ مشويه عشان انتوا معايا وانا بعملها كده كده. تحط بقى ايه شويه زيت بس عشان تبقى الخلطه بقى ايه تمام كده. ونحط كمان الايه في انا جايبه 7 بهارات. دي رهيبه، 7 بهارات الايه لتتبيله الفراخ. بصوا الخلطه دي بقى، بص ريحتها والله العظيم انا عايزه اقول لكم على الريحه، قلب الدنيا هنا. ريحتها رهيبه. انا بقول لكم انا عارفه نفسي لما بعمل حاجه وانتوا معايا تبقى حاجه تانية خالص. نقول بقى الرحمه الرحيم بقى نحط الفراخ. بصوا كده ايه تمام. اصنعها كده فيها على جنب كده اهو. كلها كده بنوصل بيها كويس. بس والله الريحه والخلطه جباره، دي اللي فعلا جباره بجد. وطبعا انت بتسيبيها في التتبيله دي، يعني انت لو مش هتعمليها مثلا من بالليل، انت ممكن تعمليها بالليل وتسيبيها في التلاجة لغايه بكره تاني يوم. لو انت بقى مستعجله تسيبيها في التتبيله حوالي ساعه تشرب منها كده، هتدوقي احلى فراخ مشويه. وبصوا ما كملناش 5 دقايق عملنا الخلطه على طول. بصوا والله الريحه والخل والليمون فلفل اسمه التوابل بتاعتها جباره. بصوا شكلها انا مش عايزه اقول لكم والله الريحه عامله ازاي، يعني هتبقى ريحه وطعم وشكل كمان. نجيب بقى الصينيه او نخليهم كده قبل الصينيه، نحطهم كده في التلاجة حوالي ساعه، وبعد الساعه تطلعيهم بقى ايه ترصهم في الصينيه وتحطهم في الفرن. هخليهم بقى اسيبهم ساعه وبعد كده ايه اوريكم بقى لما اجي احطهم في الصينيه. بصوا كده خلاص قعدت ساعه تمام. قعدتها ساعه كده خلاص في التلاجة. ودلوقتي اهو انا بعمل ايه، بعمل فرشه للفرخه في ارضيه كده ليها عشان احطها عليها. بصوا انا الصينيه دي مخصصاها للشوي بس، يعني في صينيه عاملاها للشوي عشان طبعا مش هبوظ ايه الصواني كلها، مش اي صينيه وخلاص احط اشوي فيها لا طبعا. فانا صينيه معينه عندي دي بتاعه الفرن بتاعه الشوي، لما بحب اشوي حاجه بحط فيها عشان ما مش نبهدل برضو الحاجه كده. بصوا فرشتها حطيت ايه، حطيت طماطم وحطيت فلفل وحطيت بصل كده ايه فرشتها كده. ايه رايكم في الجمال؟ عشان نحط عليها عشان ما تتحرقش من تحت. نبدا بقى نحط كده. والله انا مش قادره اقول لكم على الجمال.
انتوا هتجربوا بنفسكم وهتشوفوا. بصوا جمالها، بصوا الرصة. ايه يا حبيب الريحة تعبت لك عينك، معلش يروح. كده كده بس كمان نحط عليها كده. بص بنت الحاجات كده طالعه كده من وش كده. ندوق بقى الخلطه دي عليها من وش كده. يا نهار ابيض، بصوا جمالها. زي ما شكلها مش هيفتح النفس، شكلها مش هخليكم تقوموا تجربوها. قوموا جربوها بقى بالطريقه دي، رهيبه. حطها بقى في الفرن، تمام. وطبعا هبقى ايه اطلعها بقى على الميعاد بقى، وقت ما تخلصوا بنحضرها على الغدا. يعني هو بس مش ناقص حاجه تاني كده. خلاص انا وريتكم بس التتبيله، كان الهدف من الفيديو ان انا اوريكم ايه الخلطه. انما بس المنظر النهائي طبعا ايه انتوا عارفينه. طبعا كنت عايزه بس اوريكم الخلطه بتاعتي اللي انا بعملها على الفراخ، وصدقوني والله هتجربوا الطريقه دي. جميله جميله جميله، هتعجبكم قوي. انا حبيت بس اوريكم كده الغدا النهارده اللي انا هعمله. هعمل الفراخ المشويه، وهعمل جنبها مكرونه بصلصه وبطاطس محمره بسلطه. بس مفيش اجمل من كده. ناقص بس ايه تتفضلوا معانا وتتغدوا معانا. يا رب تعجبكم الطريقه اللي انا قلت لكم عليها، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، او يوصل لكم الحاجات البسيطه اللي انا بقدمها. يلا اقول لكم بالف هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.